مش أي حد هو عميلك، اعرف أنت بتكلم مين قبل ما تقول له يشتري إزاي، بتعمل إعلان أو بتكتب محتوى أو بتبيع منتج، طب بتكلم مين؟ لو الإجابة كل الناس يبقى غالبا مش هتكلم حد بجد. هنا يجي دور الباير بيرسونا، شخصية العميل المثالي، تصور شبه واقعي للشخص اللي المفروض تبيع له، مش بناء على خيال، لا بناء على بيانات وسلوك حقيقي. يعني إيه الباير بيرسونا؟ هي وصف تفصيلي للعميل النموذجي اللي محتاج المنتج، بيهتم بيه وعنده استعداد يدفع علشان. الهدف إنك تبني رسائل تسويقية بتكلم الشخص ده بعينه. طب إزاي تبني الباير بيرسونا؟ جاوب على أسئلة زي اسمه إيه، طبعا حاجة رمزية، عنده كام سنة، شغال إيه، ساكن فين، وإيه اهتماماته، وإيه البلاتفورم أو المنصات اللي بيدخل عليها، وبيدور على إيه وإيه اللي بيخوفه. ليه الباير بيرسونا مهم؟ يوجه لك رسائل صح، بيخلي الإعلان يحسس العميل إنك بتكلمه هو بعينه، وبيوفر عليك وقت وفلوس في استهداف ناس مش مهتمة بالمنتج بتاعك أصلا. اعمل بيرسونا واحدة أو أكتر على حسب منتجاتك وتنوعها، وارجع حدثها كل فترة لما السوق والعملاء يتغيروا.